الله. وأريد أن أكلمكم في هذه الليلة عن الله إله الكل. إله الكل يعني كل واحد له نصيب في ربنا. الله إله الكل لأنه خالق الكل، وهو المعتني بالكل، وهو ضابط الكل. هو إله الملائكة والناس والحيوان والطير وحتى الحشرات. ما دام الله قد خلق السماء والأرض فهو إله السماء وكل من فيها، وإله الأرض وكل ما عليها، وما تحت الأرض وما بين السماء والأرض. هو إله الزرع الذي يغذيه بالمطر ليحيا وينمو، إله الزهر الموجود في الحقول، وإله النحلة التي تأخذ رحيقا من الزهر، وإله الإنسان الذي يأكل رحيق النحل. هو إله الطيور التي لا تجمع ولا تحصد ولا تجمع في مخازن، وهو يقوتها. هو يقوت فراخ الغربان التي تدعوه. هو يعطي قوتا حتى للدودة التي تسعى تحت حجر. هو إله العصفور الذي يخاف من فخ الصيادين، وهو إله الصيادين الذين يريدون صيد العصفور. هو إله الأرواح وإله الأجساد، إله الأحياء الذين على الأرض، وإله الذين رقدوا وتركوا هذا العالم الحاضر. هو إله الكل. هو إله كل الشعوب والأمم، إله اليهود والأمم والسامريين وكل شعوب الأرض. البعض افتكروا أن سيدنا يسوع المسيح جاء يبشر اليهود. لا، هو جاء لجميع سكان الأرض. ولذلك قال لتلاميذه قبل صعوده، قال لهم: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. وقال له دي في متى 28، وقال لهم في مرقس 16: اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. وقال في سفر الأعمال إصحاح 1 آية 8، قال لهم: ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة
وإلى أقصى الأرض. ربنا بتاع الكل. ولذلك في هذه الآية التي سمعتموها منذ قليل في رؤيا 7:9 بيقول يوحنا الراعي بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعدوا من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة واقفون أمام العرش وأمام الحمل متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش إلى آخره. ربنا هو إله الكل. دي من ناحية الإيمان. عشان كده احنا بنقول في الصلاة الداعي الكل إلى الخلاص من أجل الموعد. الداعي الكل إلى الخلاص، وهو يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. هو إله الكل. من أجل هذا أرسل الأنبياء والرسل للكل. الكل بكل أنواعهم. يعني إيه بكل أنواعهم؟ يعني هو إله الأقوياء وإله الضعفاء. إله الأقوياء اللي زي شمشون وجدعون وداود اللي قيل عنه أنه هو جبار بأس اللي قتل جولياط، وإله زربابل الذي قيل عنه في سفر زكريا النبي من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. إله نحميا الذي بنى أسوار أورشليم وعزرة زميله، وفي نفس الوقت هو إله الضعفاء والمساكين. إله يعقوب الذي كان خائفا من عيسو أخيه لئلا يقتله، واللي صرخ لربنا وقال له أنا خايف من أخي عيسو لئلا يقتلني النساء والبنين، يعني ما يخليش علي حاجة. إله هابيل الذي قتله أخوه قايين. إله كل الذين قبض عليهم وألقوا في السجون